النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان عن الزاني فقال كما في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. لذا قال عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فليس بعد مفسدة الشرك والقتل أعظم من مفسدة الزنا. فأف للزنا، فأف للزنا، فأف للزنا، فأف للزنا، ما أقبح أثره وأسوأ خبره. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. نعوذ بالله من هذا الحال. هذا غير عقوبات الدنيا التي تتتابع على الزاني، كالفقر الذي ينزله الله به ولو بعد حين، والبلاء والكرب المبين، ضيق الصدر وتعسر الأمر. هذا غير دعاء الصالحين عليه، فكم من يد في ظلمة الليل بسطت تدعو عليه وعليها، وكم من جبهة بين يدي الله سجدت تستنزل العذاب عليه وعليها، وكم من عين دمعت ودعوة رفعت تستعدي رب العالمين على المفسدين. يا أمة محمد، والله لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.